ومشكلة دايما بتواجهنا، وهي قايمة المنقولات الزوجية. أستاذنا، هل الأفضل أرفعها في الأسرة ولا أرفعها في محكمة الجنح؟ ولازم يكون في توكيل خاص بالأمور الزوجية ولا أرفعها بالتوكيل العادي؟ بالنسبة للجايمة رفع جنح، في عقبات كبيرة جدا مم. وعقبات كثيرة. أولا لازم توكيل خاص أو ترفعها هي بنفسها. تمام. وحتى مشروع القانون الجديد بيقول لك إن الجايمة هيعدل فيها، اللي هو بيناقشوه حاليا، هيعدلوا فيها ويخلوها ترفع أمام محكمة الأسرة، بس. هيبقى لها نظام جنح خاص. آه. فالجنح اللي كان بيشكو جنح كان بيعاني الأمرين ليه؟ فيها مم. مشاكل عملية كتير جدا. مم. اللي هي إيه؟ إنك أنت لما تشكي جنح أولا بتاخد حكم واحد جنح. لو خدت حكم حبس على الزوج فيها، كان بيتحبس او كان بيعمل لك فيها اشكال ونقد. أيوه فعلا. كان صار. يتحبس مثلا وكان يخفض الحكم مثلا لشهرين ثلاثه ويتحبسهم، او مم. في سواء كان المحكمه كان 24 بياخد ساعة 24 و48 ساعه ساعة. ونص. او حصلت عندي، فعلا. اتحكم عليه 48 ساعه، اتحبس 48 ساعه وراح عمل اشكال ونقد فيها. مم. ان اتعمل فيها نقد، النقد بيروح، كنت عارف النقد كان بيأخر ويقعد بكذا سنه وبتاع مش فعلا. عارف ايه، أيوه. وتفضل القضيه معلقه والزوجه ما بتحصلش على حقوقها وتقعد كذا سنه. مم. دي نقطة عملية. دي حاجة تاني، خليني الزوج اترفعت عليه جنحة، مم. الجايمة جنحة، وجرح مسافر خارج البلاد، تمام. هتفضل الجنحة معلقة لحد ما لغاية ما يرجع. خلينا قاعد 5 سنين 10 سنين، هتفضل معلق لغاية ما يرجع، ومش تمام. هتعرف ترفعها شرعي، لأنه طول ما الجنحة متداولة في الجنح ما ينفعش أروح ما هناك. ينفعش ترفع الشرعي، لأن هتروح الشرعي يقول لك هات لي ما يفيد نهائية الحكم، تمام. وأنت تمام. هتجيب نهايته منين؟ وهو لسه ما وهو خلصش. لسه ما خلص. فدي تمام. كانت بتبقى مشكلة عملية في حكاية إنك ترفعها جنح. تمام. لان فعلا وخصوصا ايه انك انت دلوقتي المشكله اللي احنا بنعاني منها كلنا واللي عايزين نوجهها، هي موضوع تنفيذ الاحكام. في اه. موضوع تنفيذ الاحكام دلوقتي حاليا الاحكام مركونه، فاترفع الجنحه وتركنت الحكم، مش هتعرف تدور حاجه لا هنا ولا هنا. تمام. انما هي احنا بندفعها اسره، بتاخد حكم اسره وبتلجا الى بعد ما تاخد الحكم ويصبح نهائي، تنفيذ. بتروح للمحكمه لمحضرين الاسره، تعمل تبدأ ترتيب التنفيذ. للتنفيذ ويطلع المحضر يحجز. ودي النقطه الثانيه اللي من عيوب اللي كنا عديناها من عيوب الجنحة. ايه اه. هي؟ ان الجنحة بيبقى واخد حكم على الشخص نفسه، على الزوج نفسه بس. تمام. انما في التنفيذ. فبالتالي لو الزوج مش موجود او ما عرفتش تتحصل عليه او مسافر او كذا او كذا، الجنحة تكويبه. تمام. انما في الاسره مم. انت بتاخد الحكم وتوديه محكمه الاسره، محكمه الاسره بتطلع بتروح البيت، ما لقيتوش هو ممكن تحجز على وتعين الام، ام على الاب. حارس، تعين ابو حارس، تعين ابو ايوه. حارس، تعين اي حد فده حارس. هيساعد في الحل فده اكتر. بيساعد على الحل، انه بيضغط على الزوج ان هو يجي تعالى حل عشان انا مزنوق. ودي يمكن المشكله اللي موجوده عندي هنا بره، ان احنا ايه، الزوج كان مسافر و... وكان واخد حكم، فرحنا حجزنا وتعينت مرة اخوه حارس. فهنحل على فاخوه طول. راح هو اللي على ايه، طول قال لي انت هنحل. كده معلش هتخرب بيتي انا وبتاع، راح اتصل باخوه وخلاه بعت الفلوس وحل. افضل محكمة الاسرة كده فالافضل على كانت طول. ترفع في محكمه الاسره على طول. توكيل خاص ولا توكيل عام؟ لا توكيل عام، مفيش اي مشكله. عادي، مش عادي خاص ترفع. بالامور لا الزوجية يعني. لا هترفع عادي، بس هو في استلام ساعه استلام الفلوس او استلام الحاجات لازم توكيل يلا. خاص، او تيجي هي بنفسها تستلم تمام يا استاذ. ويطلع المحضر ويحجز ويكمل اجراءاته كامله. ودي النقطه اللي بتتكلم ان احنا بنقول ان اهم من الاحكام تنفيذ الاحكام، تمام. ان التنفيذ ده جزء كبير قوي طبعا. طبعا. عليه دور كبير قوي، ما لان انا انت كمحامي عملت دوري وخدت الحكم. احنا معانا احكام ايوه. وبنسلمها مم. وتيجي في المحضرين مفيش تنفيذ. تنفيذ. للاسف. وبعدين انت لما ترفعها امام محكمه الاسره، بتروح تبص تلاقي انك انت ممكن تعمل حجز واثنين وثلاثه، وتعمل قضيه واثنين وثلاثه، القضيه دي صيغه القطع اللي وراها، القضيه دي كذا، فبيتعمل له اكتر من قضيه، انما هناك هي واحدة فبالتالي بس. بيضطر لازم يخلص ولازم يدعي. راجل مظلوم يا ودي استاذ. النقطه اللي الناس كلها فاهماها وبتتكلم فيها، اللي هي ايه، في ناس كتير فاهمه تيجي تقول لك ايه يا عم، ده الجنحه هروح اتحبست شهر وخلاص وهبدأ عليه. بيحصل ما هو فعلا الكلام فاهم ده. ان ايه نظام الجنح ده الجديد، فعلا مش بيحصل. فاهم نظام الاسر الجديد. نظام ايوه الاسر بالظبط. الجديد لا، ده بيتحجز عليك مره واثنين وثلاثه و10، الراجل. يتعمل لك تبديل واثنين وثلاثه و10، يتعمل لك انت واهلك. انت وقالك وهتحل يعني. هتحل يعني هتحل. الراجل يعني طلعان عينه في محكمة بس الأسرة ما يعني. هي بتبقى دي اللي ايه، فانا شايف من الافضل ان هي محكمة ترفع الأسرة. محكمه الاسره. تمام يا